التقدم التكنولوجي في العالم كل يوم بيتطور أكتر عن اليوم اللي قبله، وكل دي مؤشرات على إننا هنعيش في عالم من الذروة التكنولوجية. كلنا نفسنا نتخيل يا ترى العالم هيكون عامل إزاي لما التكنولوجيا تتقدم أكتر من كده. وده اللي دبي قدرت تعمله، وهو إنها تخيلت وأنتجت وصممت تخيلها جوه واحد من أبرز المعجزات العصرية اللي بيحاكي التطور الحالي والمستقبلي. حلقتنا هتكون عن متحف المستقبل بدبي ورؤية 2071. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. متحف المستقبل هو واحد من الطفرات العلمية اللي قدرت تصنعها دبي. بيحتوي المبنى الضخم ده على إعجاز هندسي فريد، واللي دفعه إنه يتصدر التصنيف العالمي كواحد من أجمل وأحدث المباني على مستوى العالم كله. المتحف مصمم على شكل عين بشرية، والمغزى ورا التصميم ده هو إن العين البشرية دي بتنظر على المستقبل القادم، وتم تجسيمه من الفضة الخالصة، فهو مكون من أكتر من 1000 قطعة فضية. والمدهش في البناء الداخلي هو إن المتحف بالكامل تم تصميمه بلا زوايا ولا أعمدة. بيضم 7 أدوار بارتفاع 77 متر. المتحف من جوه بيتغلب عليه الدهان باللون الأبيض، بالإضافة إنه مزين من الداخل بجمل تحفيزية مكتوبة باللغة العربية من مقتبسات لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ولو حابب تيجي معانا في جولتنا دلوقتي داخل متحف المستقبل، فنحب نقولك إنك هتلاقي قبل الدخول روبوتات بتقوم بالترحيب بيك وهتديك دعوة للحضور. وأول ما هتدخل هتتفاجئ بمنظر روبوتات مختلفة الشكل والحجم طايرة فوق في السقف. بعدها هتبدأ رحلة من نوع مختلف، هتسافر للفضاء عن طريق المصعد الكهربائي المصمم على شكل صاروخ فضائي هينطلق بيك لخارج الكوكب، وهيديلك فرصة التعرف على الفضاء الخارجي والشعور بإنك واحد من رجال الفضاء، وهتتعرف على أكلهم وملابسهم، وهتعيش رحلة من الفانتازيا هتحاكي الواقع وهتشبع فضولك. ومن أعالي السماء لسطح الأرض هتلاقي قسم بيعرض لك فيه مدينة دبي برؤية 2071 من خلال نافذة المستقبل، واللي هتفتح بشكل مجسم وهتشوف منها رؤية مذهلة لمدينة دبي بعد حوالي 50 سنة. هتلاقي إن برج خليفة ما بقاش أطول برج في المدينة ولا حاجة، وهتلاقي روبوتات طايرة بتقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بديل للدليفري البشري. وما تستغربش لما تلاقي قسم كامل بيضم أكتر من 2000 علبة حمض نووي لحيوانات بأنواع مختلفة، منها اللي انقرض بالفعل ومنها اللي محتمل انقراضه في المستقبل. كمان المتحف بيحتوي على قسم كامل خاص بإعادة تأهيل الطبيعة، فالقسم ده بيحتوي على مجموعة من النباتات والحيوانات اللي بيقوم العلماء بتطويرها بغرض الحصول على فوائد أكبر وزيادة قدرة حمايتها لنفسها، زي مثلاً الشجر المقاوم للحرائق. تعال بينا دلوقتي ندخل قسم الواحة، واللي قبل ما تدخله حاول تقفل تليفونك وتنسى أي حاجة بتربطك بالعالم الخارجي. أول ما هتدخل هتلاقي مضيفة وهمية هتظهر لك صورتها عبر الحائط، وهتعرفك إن المكان جوه مصمم للاسترخاء والهدوء والتمتع بالطبيعة وبتفاصيلها الجذابة، وهتطلب منك إنك تستغل الفرصة في الانقطاع عن شبكات التواصل الاجتماعي والاستمتاع بالأجواء المميزة دي. وبعد الدخول الأرض هتكون عبارة عن نوع من تأثيرات الجرافيك اللي بتحاكي رمال الصحراء، هتشعرك كأنك ماشي على رملة ناعمة من رمال البادية الذهبية، وهتساعدك مناطق الجلوس المصممة على النسق العربي بالاستجمام مع الإضاءات الخافتة المريحة. وكمان في الواحة هتقدر تجرب حاجات كتيرة جدا تخليك تخرج أي طاقة سلبية جواك عن طريق ابتكارات جديدة كلها موجودة داخل قاعة الواحة. بعد التجارب المثيرة دي هناخدك لتجربة هتدهشك أكتر وأكتر. هتروح دلوقتي لمعرض هيعرض لك أشياء مدهشة مش موجودة في الحاضر لكن هتكون موجودة في المستقبل، زي الروبوتس اللي هتسألها عن أي حاجة وهترد عليك بالإجابة كاملة وفي وقت سريع. وكمان السيارات الكهربائية بطرازها الآلي وأساسها الفخم، والتاكسيات اللي هتكون على شكل مركبات فضائية، ودراجات كهربائية بأشكال غريبة وبدون أي أسلاك. هتلاقي كمان كلب بوليسي آلي، وكمان البدلة الطائرة اللي تقدر تلبسها وتطير فوق في السماء. وبعد ما تخرج من القاعة دي بتطلع للشرفة اللي في قلب المبنى عشان تاخد صور تذكارية من داخل متحف المستقبل وعلى شارع الشيخ زايد.
ولازم تاخد بالك من شكل الأسانسيرات البانورامية الموجودة داخل المتحف، وهي على شكل كبسولة الزمن. كمان المتحف قام بتجهيز قسم خاص بالأطفال اسمه Future Heroes، وده لأن دبي بتؤمن بأهمية دور الجيل الناشئ في بناء المستقبل وبأهمية تعليمهم وتجهيزهم للقادم. عشان كده القسم بيوفر أنشطة تنموية وتعليمية مختلفة لجميع الأطفال. فجت رؤية الإمارات 2071 والمعروفة بمئوية الإمارات اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بتسعى للاستثمار في شباب الدولة وتجهيزهم بالمهارات والمعارف اللي بتواكب التغيرات العالمية عشان تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام اتحادها عام 2071. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية.